إحنا ممكن نقول أنا صحتي زي الفل، ليه أروح لدكتور؟ أنا لسه صغير أو أنا لسه صغيرة، لا، 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 أكيد أنا ما عنديش حاجة دلوقتي، مع إني ممكن أكون باحس بأعراض من اللي حضرتك بتقول عليها دلوقتي، إن هي بقت بتزيد دلوقتي الأمراض اللي هي بقت زي الضغط والسكر والاكتئاب والحاجات دي، بقينا يمكن كل الناس عايشة باكتئاب دلوقتي أو مشاكل في النفسية شوية، مش هنقول مرضى نفسيين، ولكن كل الناس بقى اضطرابات. عندها ضغوطات وعندها اضطرابات وما بتنامش كويس اللايف ستايل بتاع حياتها كله بقى بايظ. دول يعني الفئة دي اللي ممكن أنا أكون واحدة منهم. أيوه. إزاي نقنعهم إن الموضوع ده مهم جدًا دلوقتي؟ هو مش فاضي، بس فاضي يروح سينما، فاضي يلعب، فاضي يتابع، هو خايف، كل الحكاية إن هو خايف إن هو يكون عنده مشكلة. طب يا حبيبي، ما هو أنت لمّا تبقى خايف كده وتقعد تأجل هتحصل مشكلة أكبر. وبعدين وسائل التواصل دلوقتي بقت ما فيش مشكلة، حضرتك هتجيب المعمل البيت، هيسحب لك العينات ويعملها، هتبعتها للطبيب على الموبايل يبُص عليها، وإذا استدعى الأمر إنك تكشف، ما عندكش وقت تكشف، هييجي لك البيت. بُص كمية المراكز والأماكن دلوقتي اللي بتقول كشف منزلي كتير جدًا. صحيح، ما لكش حجة ما من لكش الآخر. حجة. ده عايز أقول لِك حاجة بقى اللي أنتِ يمكن مش عارفاه، أجهزة المقطعية والسونار والكلام ده بييجي بتتحرك البيت، دلوقتي. عربية كبيرة هايل طبعًا. بييجي لك الجهاز لحد البيت. أها، ما لكش حجة بقى، ييجي لك الشغل ماشي، ييجي لك البيت ماشي، مكان ما أنت عايز. فبدأت قطاع الصحة يوفّر، حتى أنا مش باتكلم بس قطاع الصحة حكومي، خاص وكل حاجة، بيبدأ يوفّر لك اللي أنت عايزه. فأنت مش فاضي، لأ الحاجة هتيجي لك لحد عندك. بس خلّي بالك، دلوقتي أنت بتقول مش فاضي علشان نكتشف حاجة مبكرة ونقدر نعمل لها علاج سهل، بعد كده هتندم. لمّا يكون عندك دهون عالية، لمّا تكتشفها بدري وتاخد لها علاج، ساعتها هنتفادى جدًا إنه ممكن لا قدّر الله يحصل انسداد في الشرايين أو يحصل ضعف في عضلة القلب. فأنت إزاي قادر إنك أنت تفضّي وقت، وخصوصًا كمان بقى لو أنت كمان عندك عوامل خطورة. يعني إيه عوامل خطورة؟ عامل وراثة في البيت، عوامل تدخين، عوامل سمنة، عوامل ضعف الرياضة والsedentary life اللي هي الحياة الراتبة، اللي هي قاعد على مكتب على طول، من البيت من المكتب للعربية. خلّي بالك اليومين دول بقى في دلوقتي شركات اللي بتوصّل لحد البيت، والمواصلات والحاجات اللي بقت سهلة جدًا. زمان كان الواحد من دول يلزق على أول الشارع ويمشي لحد البيت، دلوقتي العربية بتاخدك من تحت البيت، تكاتك صغيرة في المناطق بتخش لحد قرّبت تطلّعك جوّه فوق. فأنت كده حتى عامل المشي اللي كنا بنعمله زمان واللي خلّى أجدادنا صحتهم أحسن زمان، برغم إنهم كانوا بياكلوا أكل دسم وبياكلوا سمنة بلدي وبياكلوا، بس كان يروح مثلًا من البيت للشغل، يمشي محطة ومحطتين أتوبيس في الأرياف، يمشي لحد ما يروح المكان اللي بيزرع فيه الأرض. ما عملش حاجة غير إن هو اللايف ستايل بتاعه كده. طب أنت بقى دلوقتي قصاد كده بقى في أدوات رياضية ممكن تيجي في البيت، ممكن تجيب مشاية في البيت، ممكن تجيب عجلة في البيت تستخدمها. أعرف ناس في البيت بيجيب التريد ميل بس في البيت كده ويرمي عليه قماش، تبُص تلاقيه كده محطوط في البيت منظر. مضبوط. في ناس كتير بتعمل كده. طب ليه؟ ما هو أنت جات لك إمكانيات ووفّرته، لازم تستخدمه. صحيح.